المكان وسط صحراء إيران، وبالضبط ولاية ناتانز. كاينه واحد المنشأة نووية مدفونة ب8 متر ونص تحت الأرض، ومدورة بحيوط غلاط ديال السيما. وسط هذه المنشأة كاينين صفوف ديال أجهزة سميتهم سنترفيوجز، واللي دايرين بحال الطناجر، كيدوروا بواحد السرعة خيالية، والدور ديالهم هو تخصيب اليورانيوم. واليورانيوم المخصب هو المادة الرئيسية لصنع الطاقة النووية أو السلاح النووي. في هذا النهار العلماء بداو كيلاحظوا شي حاجة غريبة. الأجهزة بداو كيخسروا، كينفجروا بلا سبب. لوحة النظام كتبين باللي كل شيء خدام عادي، الشاشات كيبانوا مزيان، ولكن في الواقع كان العكس تماما. المهندسين ما فهموا والو. واش شي واحد خرب ليهم النظام ديالهم؟ ما يمكنش، حيت المنشأة كانت اير جابت، أي كانت معزولة تماما على الانترنت، لا ويفي لا كابل لا والو. يعني حتى CIA ما يقدروش يدخلوا ليها. في بيلاروسيا وبالضبط في مدينة مينسك كانوا جوج باحثين تقنيين في شركة للأمن السيبراني، أوليغ وسيرجي. كانوا كيحاولوا يديروا تشخيص للحواسيب ديال إيران ويحاولوا يصلحوا المشكل. تما غادي يكتشفوا واحد الفيروس غريب، ماشي فيروس عادي. الفيروس كان عبارة عن دودة إلكترونية متطورة كتمشي بلا ما تخلي حتى أثر، كتستعمل 4 ثغرات خطيرة من نوع ديال زيرو داي، بمعنى ثغرات ما معروفة عند حتى واحد في العالم. الملف كان فيه شفرة كبيرة بزاف، وكيتصرف بحال شي جاسوس إلكتروني. أول حاجة كيديرها هي كيثبت روكيت باش يخبي راسو، ومن بعد كيبدا يتحكم في الأنظمة ديال ويندوز، حتى في الخدمات اللي المفروض تكون محمية بشهادات رقمية من شركات بحال مايكروسوفت. والمفاجأة الكبيرة هي أنهم ما كيديروا والو إلا في حالة وحدة، واللي هي إلا لقى واحد البرنامج سميتو سايمونز ستيب 7. هذا البرنامج كيتستعمل في المراقبة الصناعية، خصوصا في أجهزة الطرد المركزي النووي أي سنترفيوجز. يعني الفيروس مبرمج باش يضرب هدف واحد فقط، واللي هو المنشآت النووية اللي في إيران. كيفاش دخل هذا الفيروس؟ هنا كاينه المفاجأة. المخابرات الأمريكية CIA كانوا خايفين من البرنامج النووي الإيراني، وهم يديروا تحالف مع المخابرات الإسرائيلية بطبيعة الحال، وخدموا على مشروع سري سميتو أولمبيك جيمز، وبداو في تصنيع فيروس في مخابر سرية تحت اسم ستاكسنت، لدرجة أنهم داروا النسخة طبق الأصل من منشأة ناتانز في غابة في تينيسي باش يجربوا الهجوم وبلا ما يشك فيهم حتى واحد. ولكن كان عندهم واحد المشكل كبير، هو أنهم ما لقاوش شي طريقة باش يدخلوا الفيروس للمنشأة الإيرانية. هنا غيطلبوا المساعدة من جهاز المخابرات الهولندي، وفعلا تم تكليف مهندس هولندي مقيم في دبي مهمة إدخال الفيروس عبر مضخة ماء مخربة من داخل المنشأة، وفعلا نجح في إدخال أقوى فيروس عرفته البشرية. وبعد عامين توفى المهندس في حادثة غامضة في دبي. ملي ستاكسنت دخل الحواسيب ديال المنشأة بدا كيراقب، ما دار والو، كان غير كيسجل كيفاش كيدور النظام. ومن بعد بدا كيعطي إشارات مزورة للمهندسين باش يبان كل شيء عادي على الشاشات، ولكن في الواقع الأجهزة كانوا كيتكرفسوا. السنترفيوجز بداو كيدوروا بواحد السرعة عالية، ومن بعد كيوقفوا بالزربة. كيتبدل التردد ديالهم من 1400 هرتز حتى ل2 هرتز، يعني كيدوروا بواحد السرعة كبيرة وكيفرانيو بفجأة، وكيبقاو يديروا هاد القضية وكيعاودوها. النتيجة أكثر من 1000 جهاز تخرب. تقديرات كتقول أن البرنامج النووي الإيراني تأخر بسنتين بسبب هذا الهجوم، ولكن بعض الخبراء كيقولوا باللي إيران قدرت تصلح الأضرار بسرعة. ستاكسنت ما كانش خاصو يخرج من ناتانز، ولكن خطأ برمجي خلى الفيروس ينتقل في واحد الكمبيوتر اللي اتصل بالانترنت، ومن تما بدا الفيروس كينتشر في العالم كامل. أكثر من 100,000 كمبيوتر في 100 دولة ضروا، وهنا المخابرات فقدت السيطرة، وكل شيء بدا يشك أن أمريكا وإسرائيل هما اللي وراء هذا الهجوم.
حتى خرجت تسريبات من واحد الجنرال أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز كتأكد الشبهات. ولكن حتى اليوم لا أمريكا لا إسرائيل اعترفوا رسميا. ستاكسنت دخل للتاريخ كأول سلاح رقمي قادر يخرب منشآت حقيقية. من بعد وقعت هجمات مشابهة، ولكن حتى وحدة ما كانت في هذا المستوى. رغم الفشل ديال ستاكسنت في إخفاء راسه، بين العالم أن الحرب الرقمية عبارة عن حرب حقيقية. القصة ديال ستاكسنت ماشي غير هجوم سيبراني، بل رسالة واضحة. حتى الأنظمة المحصنة يمكن يتم اختراقها، واليوم المعلومات ولات سلاح، سيرفورات ولاو ساحات ديال المعارك. شكرا على المتابعة، ما تنساوش ديروا لايك ومتابعة للقناة وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. خليكم معايا في الحلقة الجاية نهضروا على شخصية أخرى. اكتبوا لي في التعليقات شنو القصة الجاية اللي بغيتوا تسمعوها. كان معاكم مستر تشيب. بيس اوت.